تعرف ان دير ديفل وبانشر ولوك كيجي كانوا المفروض يظهروا في فيلم افنجرز انفينيتي وور؟ في مقابله لكريستوفر ماركوس وستيفن ماكفيلي كتاب فيلمين افنجرز انفينيتي وور وافنجرز اند جيم، قالوا ان كيفن فايجي رئيس استوديوهات مارفل طلب منهم ظهور اعضاء الديفندرز في فيلم افنجرز انفينيتي وور، خصوصا اثناء اعتداء جيش ثانوس على نيويورك، لانه مش منطقي يبقى في حاجه بتحصل زي دي في نيويورك وهم مش هيشاركوا فيها. بس كتاب الفيلم قالوا نصا ان هم لو عملوا كده مش هيدوم حقهم، ولو حصل كان هيبقى كاميو صغير وده ما كانش يرضي الفانز. نعم يا اخويا، منك ليه؟ تخيلوا فيلم فشيخ زي فيلم افنجرز انفينيتي وور اللي بالنسبه لي احسن فيلم مارفل عملته، كان ظهر كمان فيه اعضاء الديفندرز، يعني كان هيبقى فشيخ اكتر ما هو فشيخ، وكنا هنرضى بده حتى لو ظهر 10 ثواني. بس فعلا لو فكرت فيها هتلاقي ان كلام كيفن فايجي منطقي، لانه مش طبيعي ان يبقى في احداث زي دي بتحصل في نيويورك وهم ما شاركوش فيها. بس في نفس الوقت كتاب الفيلم ليهم عذرهم، لان الفيلم كان كبير قوي وكان فيه عدد شخصيات مهول، فكان صعب قوي ان هم يعملوا كل ده. بس عايزك تتخيل معايا لو ده كان حصل. يعني انا عن نفسي اشوف لقطات زي دي، حتى لو مشاهد فلاش باك خلال الغزو بتاع الجيش بتاع ثانوس لما وصل الارض، زي ما شفنا في المشهد الفشيخ في فيلم افنجرز اند جيم لما عرفنا ان الانشنت 1 كانت بتساعد الافنجرز في احداث نيويورك بتاعت 2012 بس من الخفاء. تفتكروا ممكن نشوف حاجه زي دي؟ خصوصا ان مسلسل دير ديفل الموسم الرابع هينزل خلال ايام، والمفروض ان هو بيحكي بعد افنجرز اند جيم. وبالمناسبه دي استنى سلاسل فيديوهات عن مارفل وعن المسلسل ده وعن حاجات كتير قوي تخص مارفل. عشان كده لو انت بتحب مارفل اعمل لي لايك وفولو، وصدقني هتنبسط قوي قوي.